السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة يوميات عماد ودلي والمجالس الطبية. ملحوظة أنا عايز أقول لإخواتي ذوي الهمم، الموضوع مبقاش سهل زي زمان. تمام؟ كانت الخدمات دلوقتي بقت تكشف في مستشفيات عسكرية. طبعا أنت عارف يعني إيه مستشفى عسكرية، يعني لو سقطت تقريبا مفيش أمل للنجاح. والمشكلة هتبقى بعد كده أصلا إن أنت طالما سقطت خرجت بره منظومة المعاقين نهائي. ركزوا في الحتة دي. بالنسبة لكشف العربيات، كنت أول بتكشف مرة وليك تظلم وليك تظلم تاني، يعني بتخش 3 مرات. دلوقتي الوضع اختلف، بقيت تخش مرة وليك مرة تظلم. صيت شكرا، برضه خرجت بره منظومة العربيات نهائي. ركزوا، الموضوع ما بقاش سهل. أنا بحجز للناس وبساعد عميلي مجانا بعد الحجز. أما اللي مش حاجز عندي أرجوكم، كل واحد عنده أحمال مكفياه، فمش هضيع وقتي هباء. أنا عندي إيجار وعندي عمالة والدنيا على آخرها مش مستحملة. فاللي يحجز معانا تحت أمره، اللي يحجز مع نفسه بندعي له ربنا يوفقه ويكرمه. لكن إحنا تعاملنا بعد الحجز مجانا. أوكي، اللي حاجز بره ولا هنضيع وقتنا ببلاش معاه ولا هنبيع المعلومة بفلوس، لأن لو بيع المعلومة بفلوس العميل صيد هيجي يتهمني أنا بالنصب. ولذلك المساعدات بتاعتنا مجانا بعد الحجز. السلام عليكم، مع السلامة.